بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، هذا موضوع يتعلق بحقيقة المدعي أبا عبد الله، وهذه كنية ليس اسمه الحقيقي. وهذا الشخص يعني سوف نكشفوه اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة، ولا نزيد عليه ولا ننقص عليه، لأني لي أخ في الله ربي يبارك له أثق به ونحسبه من أهل السنة والجماعة. قال يعني كيفاش تعرف على هذا أبا عبد الله، وكيفاش كان هو يعني تخلى القناة بتاعه. وهذا قال هذا الشخص وهذا أخ في الله اللي حكيت لكم عليه، إنسان طيب على الآخر، حسيب الله حسيب نزل. إيش قال هذا الشخص ظهر منذ عدة أشهر، وبداية ظهوره كان كلامه عن محاربة القنوات الضالة، وقال عن نفسه أنه معبر رؤي، وكنت من أوائل المتحاورين معه، كان يتحاور معه. وبعدها أصبح يتكلم عن المهدي، يعني توا يعني بدأ بشوي بشوية، وكاكو ما الحكاية بتاعه، ويقول أنه يعرفه ويلتقي به. عندها شعر بأنه أوقع نفسه في مأزق. أصبح يقول يعني أنه صديقه، أي صديق المهدي. طبعا علمت أنه اخترع قصة صديقه الوهمي، وهو يتحدث عن نفسه يلمح. قلت لكم راهو شوف السارق تبعوا الباب الدار، يعني مش تفهم حاجة. أخبرني أن صديقه هذا دعا السماء أن تمطر أمامه فأمطرت. طبعا هذا من نسخ، يعني من نسخ خياله، يعني واخترع. هو مريض نفسي قالك، من صوته تعرف، من قلة علمه وجهله تعرف، من كثرة ما يقسم ويحلف تعرف. جاهل في العقيدة والحديث، ويقول عن نفسه أنه جامعي وأكاديمي، وهو في حقيقة أمره جاهل واضح، ينكر بعض الأحاديث ويقسم على أمور من يعني من أمور كيفاش على أمور من نسج خياله، ويكذب الحديث، ينكر بعض علامات الساعة المؤكدة. سألته مرة يعني المهدي من ذرية الحسن أم الحسين، فأجاب أنه من ذرية الحسين، وهذا يقوله يا جماعة الشيعة. وعندما قلت له أن الثابت أنه من ذرية الحسن، يعني استشاط غضبا وهاجمني بكلام. خلاص أمر هذا الرجل هو مريض نفسي، جاهل في الدين، وقد يكون به شيء من المس والله أعلم. هو مقاطع من أهله. قبل فترة صار يتلاعب في الناس بأنه سوف يضع صورة المهدي
الذي يعتقده، طبعا صورته هو، ولم يرها إلا القليل لأنه وضعها لثواني معدودة ثم أزالها، ورأيتها وقمت بتخزينها عندي. الصورة عن رجل بملامح غريبة، ليس بأجله ولا أقنع بصراحة. الصورة كانت مريبة بعض الشيء، حتى شككت أنها قد تكون صورة جان. أنا منذ سنوات طويلة أبحث في أشرة الساعة وعلومها. هذا الشخص اللي قلت لكم عليه أخونا في الله. والمهدي هو بشرى للأمة في زمان يعني ساد فيه الفساد، ولكني عندما دخلت صدمت من الكم الرهيب من الكذب والزندقة والانحراف العقدي والفكري. كيما اللي شخصي أنا كيف هذا، دخلت أول مرة ما عادش لقيت يعني ناس يعني والعياذ بالله أصحاب قنوات هذوما يعني الله المستعان يعني فكري وعن ما يتناولونه في موضوع المهدي. تحول شوقي في البحث والعلوم والتزود في معارف في أشرة الساعة والمهدي إلى مدافع عن صحيح والثابت من الدين. يعني هو يحكي بالدليل السيد يا رب يبارك له. أخذتني الغيرة والحمية على سنة النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. فأغلب من ترونهم من القنوات المدعين والمرضى والموهمين كانت لي حوارات معهم. هو كان كيف صار اللي أنا حكيت معهم قبل، ولكني متسلح ومتحصن بعون الله وإذنه بالعقيدة الصحيحة من كتاب وسنة، بما علمني ربي وفقني لكشف هؤلاء. هذا يسمى فرقان. ويقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رصة المؤمن: إن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس. كيفاش؟ أنت لما تكون متقي الله رب سبحانه، المتقي لا تكون مخلص لله. يعني سيدنا يوسف عليه السلام وكان من عبادنا المخلصين. قد ما تكون مخلص لله يعني في عطاك، في منعك، في أخذك وعطاك وبذلك ومنعك، كلك مخلص لله بأعلم راه رب سبحانه باش يكشف لك العباد. فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أو بر أو فاجر، حتى أنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه الفراسة شيء بسبب ما أعطاه الله من مجموع الفتاوى ورسائل الشيخ العثيمين. قال ابن القيم رحمه الله: الفراسة الإيمانية سببها نور يقذف الله في قلب عبد يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان. وكان أبو بكر الصديق أعظم الأمة فراسة. مدارج السالكين. إلى هنا اليوم إن شاء الله نقفل موضوع أبا عبد الله، وهذا خطاب نوجهه لمتابعين هذا الرجل، فنكون نحن من المحسنين، نكون ندعو له لهذا الشخص باش ربي يشفيه، لأنه ما هو إلا إنسان مؤمن مسلم. ونسأل الله أن ربي يشفيه ويعافيه، وندعو له باش ربي يهدي كل إنسان إلى طريق الصواب. كذبش عليك، كتب ربي سبحانه باش حليت الموضوع. هو كان يسبب الشخص هذا ربي يبارك له أخونا كاتب حتى الاسم محلاه، حبيبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص هذا يعني عزيز عليه إلى قلبي، نحبه لوجه الله. هذا إنسان يعني من
متابعي في قناة الأوائل، يعني منذ يعني من قناتي تاع عام 2020 ولا 2019 حاجة كيما هكا. هو معايا من القناة ولله الحمد. علاش؟ خاطر تفاهمنا نفس العقيدة. هذا آخر حلقة بخصوص تبع عبد الله، وإن شاء الله ربي يهديه وربي يشفيه. احنا ندعو له باش ربي يشفيه. كان منكم واحد قام الليل ماذا بنا ندعو له باش ربي يشفيه. هذا هو. السلام عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.